بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي المتابعين الكرام، انا جاي اتكلم على مباراة الاهلي والمودرن. الاهلي النهارده ما زال بيكمل في طريقه في المنافسة وفي الضغط على بيراميدز للحصول على الدوري. الاهلي كسب بيراميدز وعمل مباراة قوية قصاد فريق قوي، لكن النهارده هو هيلاعب مودرن، ومودرن فرقة منظمة، ولازم كولر يكون قادر وهو بيعمل الروتيشن يكون قادر يحافظ على هوية النادي الأهلي وعلى طريقة لعبه. ولازم الاثنين المدافعين النهارده اللي يلعبوا يكونوا مركزين ويفهموا انه عندهم مشكلة في الدفاع. الأهلي ما عندوش مشكلة دلوقتي في وجود وسام أبو علي، وأظن انه بعد وجود بيرسي تاو كهربا هياخد مدة من المباراة، مش مهم قد ايه لكن هيديله من المباراة، وعلى الأقل مش هيضطر لو وسام أبو علي هو حابب انه يريحه ان يلعب بمهاجم وهمي زي ما كان بينزل رضا سليم ويلعب بمهاجم وهمي. لا، هو النهارده حتى لو حب يغير اسامه وعلي ويريحه هينزل كهربا. بيرسي تاو هو لسه راجع، ممكن يديله شوط كامل لكن ما اظنش انه يديله المباراه. احنا عارفين انه راجع من اصابه ولسه يا دوب بس بيحضر التدريبات الجماعيه مع اللعيبه. الفكره المهمه، هل ان هو هيقدر يستغل ديانج في المباريات اللي فاضله له؟ هل هيستغل ديانج ويكون موجود، او هو هيعتمد على اكرم توفيق وعلى امام عاشور موجودين مع بعض في خط النص؟ هل هو هيعتمد على ده ولا لا؟ انا شايف ان انا كنت عايزه انه يعتمد على ديانج، وشايف ان الاثنين المدافعين يكون ياسر ابراهيم ويكون محمد عبد المنعم، ويكون الشناوي هو الحارس. انا مش عايز الشناوي بعد المباراه اللي فاتت ودخل فيها هدفين وكان هو سبب في هدف انه اتاخر في الطلوع او انه اتردد في الطلوع. فانا عايز الشناوي يبقى موجود لسه في المباراه، يبقى موجود في المباراه النهارده. عايز طاهر يرتاح، طاهر عمل مجهود وطاهر بقاله مده بياخد، فيكون مريحه النهارده ما يعتمدش على طاهر، عايز يعتمد على حسين الشحات. طبعا وجود امام عاشور في خط النص لا فارق، بعيد انه ادى كويس او ما اداش كويس قدام بيراميدز، لكن امام عاشور لاعب مهم في النادي الاهلي. فامام عاشور مع مروان عطيه مع اكرم توفيق دول الثلاثه اللي يقدروا يقفلوا له خط النص كويس، ويقدر يعتمد شويه على رضا سليم، ويقدر يعتمد على وسام علي وحسين الشحات، ويبدا يلعب 3-3-4 او 4-3-3 زي ما تحبوا تسموها يعني. ويبقى هنا عنده الطرفين، هيعتمد على كريم فؤاد بالطبيعي في الوينج الشمال، وانا عايزه يدي خالد عبد الفتاح. هو خالد عبد الفتاح دفاعيا اقوى من محمد هاني وهو كان محتاجه في مباراه بيراميدز، لكن احنا عايزين نشوف خالد عبد الفتاح في كذا مباراه عشان يبقى الحكم سليم عليه. فانا عايزه يعتمد على خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد، ومن وراهم الشناوي، امام عاشور، مروان عطيه، واكرم توفيق، رضا سليم، حسين الشحات، واسامه ابو علي في النص. هنا هيحسس مودرن من الاساس انه الاهلي ما زال عارف ان الدوري ما انتهاش وما عندوش مباراه يقدر يتدلع فيها، وده هيبقى فارق جدا في خوف مودرن، وانه هيكونوا نازلين متوترين من النادي الاهلي وعارفين انه لسه طالع من المباراه فيها فوز. لان لو ده الاهلي ما حسسهمش من الاول، وان الاهلي انا احساسي انه هيرهق بعد الشوط الاول، هيرهق في الشوط الثاني. عشان كده بقول كولر لازم يستخدم كل الادوات. اللعيبه لسه طالعه من مباراه امام بيراميدز، مباراه قويه. بيراميدز اللي طلع احنا عارفين ان لاعب النصر في الكاس وكسب 4، لكن طبعا فريق مودرن اقوى من فرقه النصر، فالاهلي هيكون عليه ضغط اقوى. فعشان اللعيبه تفضل موجوده ومحافظه على اللياقه بتاعتها لازم يستخدم كل الاوراق، ويا ريت ما ياخرش التغييرات. انا عايزه يعمل التغييرات من اول 10 دقائق مثلا في الشوط الثاني، ما يستناش عشان اللعيبه ما ترهقش. النتيجه احنا الاهلي متقدم فيها، الاهلي متاخر فيها، لا يبدا يعمل التغييرات بتاعته. وانتظروني ان شاء الله بعد المباراه